السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي دفعة 2026، سواء كنت أزهر أو عام، فالفيديو ده هيكون مهم ليك جدا لو أنت عايز تلم الفصل التاني كده سريعا وبسرعة وتأكد عليه بأهم الأفكار وأهم الأسئلة اللي جت في امتحانات ثانوية عامة قبل كده أو في نماذج الاسترشادية. بإذن الله في الفيديو ده حل الأسئلة اللي هنا هتظبط لك الدنيا وهتربط لك الدنيا بتاعت الباب التاني، ولو في ربط فيه مع الباب الأول هنربط لك الدنيا برضو بإذن الله، وهنظبط لك كل حاجة إن شاء الله كان مع بعض في الفيديو ده. يعني انا بس عايز منك تكون بس مراجع كده سريعا على القوانين او ملم سريعا بالقوانين بتاعه الباب الثاني، وكده كده انا اصلا وانا بحل هفكرك بكل حاجه وبكل تريكاه في الباب الثاني. ما تنساش ان احنا عملنا لك فيديو قبل كده للحديثه كلها، يا ريت تكون اتفرجت عليه، وعملت لك فيديو برده للباب الاول، ده فيديو الباب الثاني، وباذن الله مكملين مع بعض الباب الثالث والباب الرابع، بحيث يبقى احنا كده رجعنا لك على المنهج سريعا. والفيديوهات دي هتكون مهمه جدا لطلبه الازهر، احنا يعتبر في ايام مراجعه الازهر خلاص اهوت، فطلبه الازهر لو عايز يراجع سريعا على كل باب فالفيديوهات دي هتكون مهمه جدا لطلاب الازهر. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا مع بعض الفيديو بتاعنا. نبدا يلا كده. اول سؤال معانا طبعا الباب الثاني اللي هو بيتكلم عن التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي. اول جزئيه بيبدا يفهمك يعني ايه مجال مغناطيسي ويعني ايه مغناطيس، واي مغناطيس في الدنيا عباره عن قطب شمالي وقطب جنوبي، والمجال المغناطيسي لاي مغناطيس بيبقى خارج من الشمالي رايح للجنوبي خارج المغناطيس، وجوه المغناطيس من الجنوبي للشمالي. لو جبت مغناطيسين جنب بعض شمالي وهنا شمالي هيعملوا تنافر مع بعض، جنوبي وجنوبي يعملوا تنافر مع بعض، لكن شمالي مع جنوبي او شمالي مع جنوبي يعملوا تجاذب مع بعض. بعد كده بدأ يفهمك ان اي مغناطيس طالع منه فيض مغناطيسي اللي هو الفاي ام اللي هو بيساوي حاصل ضرب البي في الاي ساين الزاويه. وبعد كده بدأنا ندرس المجال ان ناتج عن مرور تيار في سلك مستقيم او ملف دائري او ملف لولبي او ملف حلزوني. وبعد كده بدأنا ندرس القوة المغناطيسية، عزم الازدواج، القوة المتبادلة، ثم بعد كده بقى أجهزة القياس الجلفانو اللي هو يعتبر كله نظري، والاميتر والفولتميتر والاوميتر. ده كده محتوى الباب الثاني سريعا، بس كده تكون فاتح القوانين او مراجع القوانين وابدأ معايا. أول سؤال: سلك مستقيم طويل يمر به تيار كما موضح بالشكل، أي العلاقات التالية تعبر بشكل صحيح عن كثافة الفيض الناتج عن تيار السلك عند النقاط X و Y و Z؟ طبعا احنا لو عايزين نفتكر كده مع بعض قانون البي سلك، البي سلك ميو في الاي على الاتنين باي دي، فده معناه ان كثافة الفيض والبعد عن السلك علاقة عكسية. يعني ده معناه كل ما ببعد عن السلك كثافة الفيض بتقل، كل ما بقرب من السلك كثافة الفيض بتزيد، وده طبيعي. انا لو معايا مغناطيس بقرب منه المجال بيزيد، ابعد عنه المجال بيقل. طيب يبقى ده معناه ان الكثافة عند النقطة اكس اكبر من الكثافة عند النقطة واي اكبر من الكثافة عند النقطة زد، يبقى اكس اكبر من واي، تمام ده صح. زد اكبر من اكس غلط، واي اكبر من اكس غلط، زد اكبر من واي برضو غلط. سؤال رقم 2 بيقول لك معاك مجموعة من الاسلاك، كل سلك يمر فيه تيار معين، وعندنا النقاط على ابعاد مختلفة من الاسلاك، بس هو بيقول لك لو كانت كثافة الفيض اللي طالعة من الاسلاك كلها عند النقاط المختلفة متساوية، فأي الاسلاك اعلى تيار؟ طيب هو انا بتكلم عن الاسلاك وبتكلم عن الكثافة بتاعت الاسلاك اللي هي ليها قانون ميو اي على الاتنين باي دي. عشان اعرف اتكلم كده واعرف اجاوب على السؤال لازم اكتب قدام عينيا القانون الاول. هو بيقول لك ان الكثافة بتاعتهم كلها متساوية، يعني البي رقم ثابت والميو رقم ثابت والاتنين والباي ارقام ثابتة، اذا ده معناه ان الاي والدي الاتنين مع بعض علاقة طردية. يعني لو انت زودت البعد هتزود التيار عشان تفضل الكثافة بنفس الرقم. يعني لو انت معاك التيار بواحد والمسافة بواحد، واحد على واحد فالواحد، لو التيار هنا باتنين او المسافة باتنين يبقى تخلي التيار هنا باتنين، لو المسافة هنا بتلاتة تخلي التيار بتلاتة، لو المسافة هنا باربعة يبقى تخلي التيار باربعة، اربعة على اربعة، تلاتة على تلاتة، اتنين على الاتنين، بحيث في كل مرة يديك نفس الكثافة. يبقى انت لما تزود البعد هتزود التيار، فاعلى تيار هو اعلى مسافة، لان اي حاجتين مقسومين على بعض علاقة طردية، يبقى الاي 4 هو اكبر تيار. الشكل البياني المقابل اللي هو قدامنا هنا يا جماعة بيقول لك ايه؟ معاك مجموعة من النقاط، تمام،
وعامل لك علاقة ما بين كثافة الفيض الناتج عن مرور التيار في سلك معين والنقاط اللي موجودة. اللي واضح من هنا ان النقطة اللي هنا اللي هي النقطة اكس، يعني كأن كده لو جينا نتخيل الموضوع كأن معانا سلك اهو، وده التيار اللي بيمر خلاله، وعندنا نقطة اكس وعندنا نقطة واي وعندنا نقطة زد. ايه اللي خلاك يا عم تعملهم بالشكل ده؟ والله اللي واضح من الرسمة ان البي اكس اعلى من البي واي اعلى من البي زد، يبقى ده معناه ان النقطة اكس اقرب من واي اقرب من زد، لان البي والدي علاقة عكسية. يبقى المفروض ان النقطة اقرب للسلك زد عن السلك واي، غلط. على ابعاد متساوية، غلط. اقرب للسلك اكس عن واي، صح، لان البي اكس هي اعلى كثافة، فهي اقرب من السلك ده او اقرب من المغناطيس ده. رقم 4، سلكان مستقيمان 1 و2 في مستوى عمودي على الصفحة يمر بكل منهما تيار في نفس الاتجاه. ده معناه ان في سلك هنا طالع للخارج وسلك هنا طالع للخارج. فكرني ازاي بحدد المجال الناتج عن مرور التيار في السلك. قاعدة امبير لليد اليمنى، لو ده السلك والتيار لأعلى يبقى المجال بتاعه بيدور حواليه، لو ده السلك والتيار لأسفل يبقى المجال بتاعه بيدور بالشكل ده. طيب لو السلك للخارج زي ما هو موجود في الرسمة يبقى ده التيار، يبقى المجال بتاعه بيدور كده عكس عقارب الساعة، فلاقيه جاي عند النقطة اللي هنا لأسفل. لو جينا نشوف السلك التاني، السلك ده تياره للخارج فبيدور برضه بالشكل ده كده عكس عقارب الساعة، فلما اجي عند النقطة اللي هنا الاقي اتجاهه الأعلى. كده كده من غير ما اعمل الكلام ده، سلكين في نفس الاتجاه بيبقى ما بينهم طرح. طب هم على نفس البعد وبنفس التيار يبقى نفس البي، فالاتنين هنا هيعملوا مع بعض ايه؟ تعادل، يعني المحصلة هنا بصفر. يعني ده معناه ان ابرة البوصلة مش هتنحرف عن مسارها، يبقى يظل ابرة البوصلة في موضعه دون انحراف، لان محصلة كثافة الفيض ما بين السلكين بصفر عند النقطة اللي فيها البوصلة. في السؤال اللي هنا بيقول لك في الشكل المقابل، إذا علمت أن كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيارين الكهربيين بالسلكين X و Y وعند النقطة B بتساوي B توتال، فلو عكسنا اتجاه التيار بالسلك X بينما ظل اتجاه التيار بالسلك Y، إيه اللي هيحصل لكثافة الفيض؟ أنا معايا سلكين عكس بعض، كده كده أي حد لازم يكون عارف إن ما بينهم جمع وبراهم طرح. البي توتال عند النقطة اللي هنا قال لك اسمها بي توتال. طب البي توتال لما يكون سلكين مع بعض، القانون بتاعنا ميو اي على الاتنين باي دي. طيب سيبك من الميو الاتنين باي، انا هشتغل باي على دي على طول. هنا التيار 2 اي والبعد بواحد، يبقى 2 على واحد فالاتنين. هنا التيار بواحد والبعد باتنين، يبقى واحد على الاتنين. يعني ده معناه ان البي توتال باتنين ونص. تمام. طيب بيقول لك بقى لو عكسنا اتجاه التيار في اكس بينما ظل اتجاه التيار في واي كما هو، يعني ده بدل ما هو الاسفل هيبقى الاعلى، وبدل ما يبقى هنا جمع هيبقى هنا طرح وبره جمع. يعني البي في المرة التانية هتبقى عبارة عن السلك ده والسلك ده نفس المجالات اللي طالعة منهم، بس بدل ما هي جمع هتبقى طرح، فده معناه ان البي اللي طالعة منهم هتقل فبقت واحد ونص. طب هو عايز البي في المرة التانية مقارنة بالبي في المرة الأولى. طب تعمل ايه بقى عشان تجيب البي في المرة التانية مقارنة بالأولى؟ تقسم البي 2 على بي 1 كأنك بتعمل نسبة بينهم، يبقى بي 2 على بي 1 اللي هي بي توتال، الكلام ده يساوي واحد ونص على الاتنين ونص. واحد ونص طبعا اللي هي 3 على الاتنين على 2 ونص اللي هي 5 على الاتنين، يبقى في 2 على 5، فتطلع النسبة كده، تطلع النسبة 3 على 5 بي توتال. يعني الإجابة الصح هتكون رقم أ. بسم الله. السؤال اللي بعد كده بيقول لك في الشكل المبين بالرسم سلكان مستقيمان متوازيان البعد العمودي بينهما 2 دي يحملان تياران 2 اي واي في الاتجاهات المبينة. عايزنا نرتب الكثافات اللي طالعة منه. مبدئيا اول حاجة دي من الاسئلة الحلوة اللي بقى بيعتمد عليها في الامتحانات، اللي هو الراجل بقى يجيب لك سؤال ما فيهوش حسابات ما فيهوش ارقام، سؤال مبني على فهمك للموضوع، ان انت تحل السؤال بسرعة ما ياخدش معاك وقت طالما انت مذاكر وفاهم الموضوع.
طيب المفروض لما يكون معانا سلكين عكس بعض ما بينهم جمع براهم طرح، اي طالب لازم يكون عارف المعلومه اللي هنا. اكيد يا غالي عليا الجمع هيكون اعلى حاجه، يعني البي 2 اكبر حاجه. طب هنا طرح وهنا طرح، اقرر ازاي؟ والله هنا التيار كبير عن هناك، يبقى ده معناه ان البي 1 اكبر من البي 3، وكده كده البي 2 اكبر منهم الاثنين عشان هي عندها جمع. يبقى البي 2 بي 1 بي 3، يبقى الاختيار رقم ب. صلى على النبي. من الأسئلة الجميلة جدا على نقطة التعادل، مهمة أوي أوي في الامتحان، بالله عليك تركز معايا، وسؤال سهل أوي يتحل بسرعة لو أنت فاهم برضه ومركز بإذن الله. في الشكل التالي سلكان طويلان متوازيان البعد بينهما 2 دي السلك إكس يمر به تيار واحد اتجاهه الأعلى. فبيقول لك بقى عايزين نجيب اتجاه التيار ومقدار التيار في السلك واي عشان تبقى المحصلة عند النقطة ام بتساوي صفر، يعني نقطة تعادل. متنساش ان نقطة التعادل تبقى موجودة في الطرح وبتكون اقرب للأقل تيار. طب صلى على النبي. امتى يكون هنا بره طرح؟ لما يكون جوه جمع وبره هناك طرح. برضو امتى الكلام ده بيحصل؟ نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ لا يا عم عكس الاتجاه. خلاص انا كده جبت اتجاه التيار اللي في السلك واي، عرفت ان هو الاسفل يبقى مش لاعلى. طيب قيمة التيار ده بقى بكام؟ ما انت يا عم عارف ان عند نقطة التعادل اي 1 على دي 1 بيساوي اي 2 على دي 2. اي 1 بكام؟ بواحد. دي 1 بكام؟ بواحد. اي 2 بكام؟ ما اعرفش. الدي 2 بكام؟ 2 1 3. طرفين في وسطين تطلع او يطلع التيار اللي هو الاي 2 ب 3 والاتجاه لاسفل. شكل يوضح سلك تم تشكيله على هيئة أنصاف حلقات دائرية. وصلنا كده للملف الدائري. اوعى تنسى ان قانون الملف الدائري منير ميو ان اي على الاثنين في الار. اي الحلقات تكون عند مركزها كثافة الفيض المغناطيسي اقل ما يمكن. الموضوع هنا معتمد على الار اللي هو نص القطر، كل ما نص القطر يزيد كل ما الكثافة هتقل، يبقى الاختيار ده هو اللي هيكون صواب. النقطة اللي بعد كده حلقتين لهما نفس المركز ولهما نفس التيار وفي نفس الاتجاه ولكن مع اختلاف نص القطر لكل منهم. ولقيمة كثافة الفيض الناشئ عن التيارين عند النقطة اللي هنا تساوي ب. فلو عكسنا اتجاه التيار المر بالحلقة كما هو موضح، فإن كثافة الفيض هتبقى بكام؟ نفس فكرة السؤال اللي احنا لسه حلينه على الأسلاك. تعالى نحسب الأول على الوضع اللي قدامنا ده. الأول كده على جنب، وخليك ذكي في الحل وسهل على نفسك الميو والإن والآي والآر أو 2 آر. الاتنين كده كده نفس الميو وهما الاتنين لفة واحدة وهما الاتنين نفس التيار والاتنين ده رقم ثابت، الاختلاف بس في الآر. لما بيكونوا الملفين الدائريين مع بعض في نفس الاتجاه بتبقى المحصلة بتاعتهم جمع. طيب جمع المفروض هجمع ايه؟ التيار بواحد او باي على البعد الصغير بار واحدة بس زائد واحد الكبير البعد بتاعه باتنين. يعني ده معناه ان البي في المرة الاولى بواحد ونص. لما اعكس اتجاه التيار في اي من الملفين اللي هيحصل بس يا عم بدل ما هو جمع هيبقى طرح، يعني واحد على واحد ناقص واحد على الاتنين فتبقى الاجابة نص. طب انا عايز اعرف البي 2 بتساوي كام من البي الاولانية، لسه هحلها لك من شوية. يبقى البي الثانية بتمثل كام من الاولى، يبقى اقسم الثانية على الاولى يبقى نص على واحد ونص. فتطلع كده المفروض كام؟ اقسم يا عم نص على واحد ونص يبقى نص، تطلع بتلت، يعني بي على التلاتة. جميل. رقم 10. ملف دائري عدد لفاته ان نص قطر ار يمر به تيار اي مولدا فيض مغناطيسي كثافته B1. تم توصيل الملف بمصدر اخر فمر به تيار 3 امثال شدة التيار في الحالة الاولى، فتولد فيض مغناطيسي كثافته عند المركز ب2. يا ترى الب2 بتمثل كم من الب1؟ نفس كل حاجة، كل اللي انا غيرت المصدر فغيرت شدة التيار. طب لما بغير المصدر هل ده هيأثر على حاجة تانية غير شدة التيار؟ لا طبعا.
يبقى ده معناه ان البي، ما انت عارف يا عم ان البي ميو ان اي على الاتنين ار، يعني البي 2 او البي طرديه مع الاي، يعني البي 2 هتساوي 3 بي 1 ببساطه جدا. 11 سلك مستقيم على هيئه ملف دائري عدد لفاته يمر به تيار، اذا اعيد تشكيله عشان عدد لفاته تبقى ان على 4 الله مع مرور نفس التيار، فاذا كانت كثافه المركز او فان كثافه الفيض عند مركز الملف الدائري هتمثل كام؟ الله 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 على السؤال. اهم تركايه واهم ملحوظه واهم كده بند في الملف الدائري، لما يقول لك كان معاك سلك عملت له اعاده تشكيل مره اخرى، اول مره بلفات وتاني مره بلفات مختلفه، في الحاله اللي هنا بقى بتعمل ايه؟ في الحاله اللي هنا علاقه كده عندك ثابته طبعا وليها توضيحها، دلوقتي ما يهمكش التوضيح، يهمك ان انت تعرف تحل السؤال. بي 1 على بي 2 ان 1 تربيع على ان 2 تربيع، على الرغم ان الان في القانون مش متربعه، هي ان بس، والكلام ده طبعا ليه اثبات. ليه عملنا الكلام ده؟ لان انت لما بتعمل اعاده تشكيل لو هو كان لفه واحده فهي لفه كبيره، لو انت قمت عامل اعاده تشكيل مثلا من 4 لفات غصب عنك اللفه بتصغر، فنص القطر بيتغير، ونص القطر هتلاقيه عكس مع اللفات، فبدل ما تلاقيها ار 2 على ار 1 بقت ان 1 على ان 2 كمان مره، فبقت الان متربعه. صلى على النبي. يلا بينا نلعب. بي 1 قال لك ان هي بي 2 تمام، او خلي يا عم البي 1 بواحد عادي خالص. عاوزين نجيب البي 2، طب الان 1 بكام؟ 1 تربيع، ان 2 بكام؟ 1 على الاربعه تربيع، يعني 1 على 16، يعني 1 على بي 2 بيساوي المفروض 1 على 1 على 16، يعني 16 على 1، يعني البي 2 مضروبه في 16 طرفين في وسطين، يعني البي 2 هتطلع 1 على ال 16 من البي 1. تمام، اختارها هنا. ألف. 12 لديك 4 حلقات معدنية كما بالشكل، لها أنصاف أقطار مختلفة ويمر بها نفس التيار، الحلقات تتولد عند المركز بتاعها فيض كثافته أقل ما يمكن. سهل جدا. الاختلاف هنا في نص القطر، أقل كثافة أعلى نص قطر. جبت الكلام ده منين؟ قانونك يا عم، ملف دائري يبقى منير ميو ان اي على 2 ار، نفس اللفات نفس التيار، والميو رقم ثابت والاثنين رقم ثابت، يبقى البي والار علاقه عكسيه، اقل بي يبقى اكبر ار، اكبر ار في اللي قدامك 2. سؤال 13 حلو جدا برضه، ربط لك هنا سلك مستقيم مع ملف دائري بنقطه التعادل، يعني جاب لك 3 مواضيع في سؤال واحد، وفكرته سهله وحلوه وما تاخدش منك وقت في الامتحان. يعني جاب لك سلك وحلقه دائريه، وجاب لك بقى الاثنين مع بعض ان هم عاملين تعادل مع بعض. واي سؤال يقول لك اثنين عاملين تعادل مع بعض، لو سلك وسلك، ملف وملف، دائري لولبي، دائري سلك، لولبي سلك، اي اتنين يعملوا تعادل مع بعض يبقى انت هتساوي المجالات بتاعتهم لبعضها، بي ملف بي سلك الى اخره. طيب بيقول لك هنا اذا علمت ان السلك اكس يمر به تيار اي، بينما السلك واي تياره ب2، فان التيار الكهربي اي والتي تجعل الكثافه عند النقطه ام تساوي صفر. جميل خالص، ممتاز. يبقى ده معناه ان دي نقطه تعادل. طب نقطة تعادل عشان يحصل تعادل يبقى المجال اللي جاي من السلك بيعادل المجال اللي جاي من الحلقة اللي هنا، اللي هي تعتبر نص حلقة. إذا ده معناه اهو بي سلك يساوي البي ملف دائري. طب البي سلك قانونها ميو اي على 2 باي دي. طب البي بتاعت الملف ميو ان اي على الاتنين في الار. تمام. الميو مع الميو، الاتنين مع الاتنين، ما تقوليش الاي مع الاي، الاي بتاع الحلقه ب2 والحلقه عدد لفاتها نص، ونص القطر بتاعها بكام؟ بدي، فالدي هتروح مع الدي اللي قصادها، يعني هنا المقام بقى بواحد، وهنا الاي على كام؟ على باي. 2 في نص في الباي يديك التيار، يبقى تطلع الاجابه باي. 14
ملفان دائريان اكس وواي لهما نفس القطر يمر بكل منهما نفس التيار اذا كان عدد لفات اكس ضعف عدد لفات واي، فده معناه ان البي اكس ضعف بي واي. ببساطه جدا نفس اللفات وفيهم نفس التيار، او اسف اللفات الاولاني ضعف الثاني، والبي بتاعت الملف الدائري عمك منير ميو ان اي على الاتنين ار، نفس الار نفس الاي نفس الميو، ده رقم ثابت، يبقى البي والان علاقه طرديه، طالما ان اكس ضعف ان واي يبقى بي اكس ضعف بي واي. 15 سلك قابلنا منه ملف دائري عدد لفاته نفس الفكره، قررت تاني ملف دائري او سلك عملت منه ملف دائري من لفات كأن انه واحد بواحد، عملت له اعاده تشكيل مره تانية بلفات مختلفه مع مرور نفس التيار، يبقى ده معناه ان البي واحد على البي 2 ده ملف دائري تم اعاده تشكيله، يبقى ان واحد تربيع على ان 2 تربيع. خلاص بقى عرفت الفكره. هو بيقول لك ايه بقى؟ فان كثافه الفيض عند المركز تبقى بكام؟ يعني هو عايز البي 2 بتساوي كام البي 1؟ تمام. ان واحد بواحد تربيع ان 2 ب2 على 3 يعني 4 على 9 بعد مربع. طبعا ايه هو انا عايز البي 2 على البي 1، فكان المفروض التسعه تطلع فوق، بي 2 على بي 1 يبقى 4 على كام؟ 4 على التسعه، يبقى البي 2 على بي 1 هتساوي 4 على 9 لما اعمل طرفين في وسطين، ادي البي 1 ادي البي 2 طرفين في وسطين، يبقى البي 2 4 على 9 بي 1. 16 حلقتين معدنيتين متحدتا المركز في مستوى واحد يمر بكل منهما تيار كما بالشكل، إذا كان قطر إحداهما ضعف قطر الأخرى R1 2 R2، فتكون العلاقة بين شدتي التيار فيهما التي تجعل كثافة الفيض عند المركز بصفر. وده معناه كده من الرسمة اللي هنا إن ال R2 هي اللي ضعف R1، مفيش أي مشكلة خالص لما نبص على الرسم. يبقى ده معناه ان الار 2 ب 2 ار 1 تساوي 1. طيب هو بيقول لك ان المحصله بتاعت الاثنين بصفر، يعني البي 1 اللي هي يا عم ميو ان 1 اي 1 على 2 ار 1 هتساوي البي 2 اللي هي ميو ان 2 اي 2 على 2 ار 2. الاثنين مع الاثنين الميو مع الميو نفس اللفات، الاختلاف في التيار. اي 1 على ار 1 هي ار 1 بكام؟ 1 بيساوي اي 2 على ار 2 اللي هي بكام؟ ب 2. يبقى ده معناه ان الاي 2 في 1 بيساوي 2 اي 1، اي 2 ب 2 اي 1 اي 2 ب 2 اي 1 مش موجوده، اي 1 اي 2 على الاثنين هي يعني رقم الف. ماشي صلى على النبي. حلوه قوي الفكره دي يا جماعه، حلوه جدا. بسم الله. جايب لك هنا بقى ايه؟ جايب لك سلك وجايب لك ملفين دائريين، وعايزين نجيب المحصله بتاعه الثلاثه عند المركز بتاع الملف الدائري عند النقطه اللي هنا. معايا 3 مجالات. الحلقه بحدد مجالها يا اما بقاعده امبيل اليد اليمنى او قاعده عقارب الساعه او قاعده البريمه اليمنى. ممكن اقول لك مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، لو عكس عقارب الساعه يبقى للخارج، والحلقه اللي جوه برضه للخارج. والسلك ده بقاعده امبيل اليد اليمنى، الابهام بيشاور على التيار، صابع بتشاور على المجال، يعني المجال برضه للخارج، يعني الثلاثه جنب، يعني البي سلك زائد البي الحلقه الصغيره زائد البي الحلقه الكبيره كلهم مع بعض جنب. يلا بينا يا عم نحسب ايه المشكله يعني. البي سلك يبقى حل السؤال هجيب البي سلك اجمعها مع البي دائري 1 زائد البي دائري 2، سهل خالص. البي سلك قانونها ميو في الاي على الاتنين باي البعد ما بين السلك والنقطه 2 ار زائد الحلقه ميو في الان اللي هي بواحد في الاي اللي هو باي برضو على الاتنين الحلقه الكبيره ب 2 ار زائد ميو في 1 في اي على الاتنين الحلقه الصغيره الار بتاعتها بار واحده بس. واضح من الاختيارات اللي هو واخد الميو والاي والار عامل مشترك، عادي يا عم هعرف اعمل كده، ايه المشكله يعني؟ تعال نشيل الميو والاي والار، تعال نشيل ميو والاي والار، شيل الميو والاي والار اهو طلعهم بره، ادي الميو ادي الاي ادي الار، افتح يا عم قوس واجمع بقى،
هتجمع ايه؟ بقالك هنا 1 على الاتنين في 2 ب4 باي، يبقى 1 على ال4 باي زائد هنا كام؟ 1 على 2 في 2 ب4، 1 على 4 زائد 1 على الاتنين. جمع الكلام ده كله بقى وانت اخدت الميو والاي والار عامل مشترك، هتلاقي الاجابه بتطلع معاك رقم 1000. وصلنا للملف اللولبي. الملف اللولبي يخلص كده نص الباب الثاني. يوضح الشكل ملف لولبي يمر به تيار طوله مساحته عدد لفاته. بعدنا اللفات حيث أصبح الطول 3، فإن كثافة الفيض عند أي نقطة داخله وتقع على محور. أنا كل اللي أنا غيرته، فكرك الأول بقانون الملف اللولبي. البي لولبي ميو إن آي على إل منين؟ انا بس بعدت اللفات عن بعضها، زودت الطول، لا غيرت اللفات ولا غيرت التيار ولا غيرت اي حاجه، هو نفس طول السلك ونفس عدد لفاته، بس انا بقربهم وببعدهم عن بعض. انا بس بغير طول الملف. البي والال علاقه عكسيه، لما ازود ال ل3 يبقى البي تقل للتلت، يبقى الاختيار رقم ب. الشكل ملفان اكس واي عدد لفاتهم ان 2، ان على الترتيب يمر بكل منهما تيار، فإن العلاقة بين كثافة الفيض ب1 والتاني ب2 عند النقطة دي على محور الملف. الاختلاف هنا في اللفات وفي الطول. تعال نحسب البي 1 اهو، ميو ان اي على ال، ميو ان اي على ال، سيبك من الميو كانها بواحد، الان بتاعت الاولاني بان بواحد، الاي هو قال لك هما الاثنين تقريبا نفس التيار، او الاي هنا باي اهو يعني بواحد، على الطول هنا بواحد، يعني كان البي واحد بواحد. تعال احسب البي 2 بالقانون برضه، الميو كانها بواحد والاي برضه بواحد، واللفات هنا بتاعت التاني باتنين مداني معطى، والطول باتنين فبرضه يطلع بواحد. يعني ده معناه ان البيهين قد بعض، يبقى بي 2 بتساوي البي 1. في السؤال اللي هنا بيقول لك سلك يمر به تيار وضع عمودي على اتجاه مجالات، علاقه ما بين الاف والبي، فهو عايز القوه اللي بتاثر لما تكون البي ب3 قوه، يعني اف بتساوي بي في الاي في ال ساين سيتا. تعالى كده على الرسمه نشوف ايه الدنيا اللي معانا. والله معانا معطيات على الرسمه، معانا الاف ب10 ومعانا البي ب5. تمام، الاف ب10 والبي ب5. طب احنا عاوزين نجيب الاف لما تكون البي ب3، يعني لما تكون البي ورا شويه كده ايه ب3. طب اعملها ازاي دي بقى؟ ممكن اعملها نسبه وتناسب، بي 1 على بي 2، اف 1 على اف 2. ممكن برضو اعمل كده، مفيش مشكله خالص، يبقى اف 1 على اف 2 بي 1 على بي 2. تمام ماشي. ممكن برضو اعمل ايه؟ ممكن اجيب الميل. طب ما انت عندك الاف ب10 والبي ب5، يبقى الميل هيتبقى لك الاي في ال 10 على 5 يبقى فيها الاثنين، يبقى الاي في ال حاصل ضربهم مع بعض ب2. طب انا عايز الاف لما تكون البي ب3، يبقى 3 في 2 فتطلع الاجابه 6 اللي هو بي اي ال. واحد وعشرين. أمامك سلكان 1 و2 متعامدان في مستوى واحد، السلك 1 حر الحركة بينما السلك 2 ثابت يمر في كل منهما تيار، فإن اتجاه حركة السلك 1 نتيجة تأثره بالمجال الناشئ عن مرور التيار في السلك 2. أولا عشان نحدد اتجاه الحركة اللي هي القوة المغناطيسية، قاعدة فليمنج لليد اليسرى، قاعدة مهمة جدا، ده أول حاجة. أنا يلزمني من السلك الأولاني ده المجال اللي طالع منه وارميه بقى على جنب. السلك ده تياره لأعلى، فمجاله هنا للداخل وهناك للخارج، يعني هنا اكسات وهنا نقط. انا عايز النقط دي بقى، يعني السلك ده المجال اللي بيأثر عليه نقط. تمام، قاعدة فليمنج لليد اليسرى، سبابة بيشاور على المجال، صوابع بتشاور على التيار، إذا الإبهام بيشاور على اتجاه القوة. المجال نقط يعني عمودي على الصفحة للخارج. التيار ده اتجاه التيار صوابع، يبقى اذا اتجاه الحركه او اتجاه القوى الابهام لاعلى، يبقى لاعلى الصفحه. يوضح الشكل سلكين اكس وواي، اذا علمت ان القوى المؤثره على وحده الاطوال 4 في 10 والسالب 5 فتكون شيء التيار الكهربي اي المار في اكس. تمام.
طالما معاك سلكين يبقى تقدر تقول ان دي قوة متبادلة ما بين السلكين. القوة المتبادلة ما بين اي سلكين في الدنيا اف بتساوي ميو اي واحد ميو اي واحد اي 2 في ال على الاتنين باي دي. القوة المتبادلة ما بين السلكين قيمتها 4 في 10 سالب 5. تمام. الميو ب4 باي في 10 أس سالب 7. اي واحد ب2 اي 2 باي. الطول بقى قال لك وحدة الأطوال يبقى الطول بواحد على 2 باي في البعد العمودي اللي ما بين السلكين 10 في 10 أس سالب 2. كده عايزين نجيب التيار. الباي مع الباي 4 مع الأربعة سالب 7 سالب 5 يبقى 10 أس سالب 2 كأن بره واحد والاتنين مع الاتنين والعشرة يبقى يطلع التيار ب10 أمبير. يبقى يجيب. متنساش بقى لما بيكون معاك سلكين لو في نفس الاتجاه بتبقى القوى المتبادلة بينهم قوة تجاذب، يعني ده يتحرك يسار وده يتحرك يمين الصف. ماشي. الله على السؤال، الله 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 على السؤال، من الأفكار الحلوة جدا. يوضح الشكل سلكين اكس واي البعد العمودي بينهما 30 سم. ركز على السؤال ده، جه شبهه بالظبط في امتحان الازهر السنه اللي فاتت 2025، من الاسئله القويه جدا. معاك سلكين البعد ما بينهم يمر بكل منهما تيار 3 4 على الترتيب، ويتعرض السلكين لمجال خارجي كثافه الفيض بتاعته B عمودي على مستوى الصفحه للداخل. إذا علمت أن محصلة القوى على وحدة الأطوال يعني ال بواحد بالرقم ده، فإن قيمة البي. يا على السؤال، يا على السؤال وحلاوته. سؤال حلو حلو جدا جدا. طيب احنا دلوقتي معانا ايه؟ معانا القوة المحصلة المؤثرة أو القوة المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك ده. عايز قيمة المجال اللي موجود ده. ماشي. السلكين دول في قوة متبادلة بينهم، هو مديك القوة المحصلة المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك إكس. القوة المتبادلة بين السلكين دول قوة تجاذب، يعني إكس ده هيتحرك يمين. ما دي أول قوة بتأثر على إكس. في كمان قوة بتأثر عليه نتيجة المجال الخارجي، قاعدة فليمنج لليد اليسرى، المجال للداخل، التيار لأعلى يسار. تمام. يعني انت معاك قوتين، واحده يسار واحده يمين، انهي الكبيره؟ لسه ما نعرفش. يا ريته موضح لنا بقى او قال لنا السلك ده يتحرك في يمين ولا يسار. يا ريت الراجل وضح لنا الكلام ده. طيب احنا معانا المحصله كلها بالرقم ده. هنشتغل، هنجرب نحسب القوى المتبادله اللي هي بتاثر على اكس اللي هي جهه اليمين دي. نحسب القوى دي. يلا القوة دي هنحسبها ازاي؟ ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. ميو هي 4 باي في 10 سالب 7. اي 1 3 اي 2 4 الطول بواحد على 2 باي البعد العمودي اللي ما بينهم 30 في 10 سالب 2. نحاول نحسب كده بسرعة، شوف النتيجة هيطلع بكام. الباي مع الباي 3 2 في الواحد الأربعة في الاتنين 2 في 4 يبقى 8. تطلع ب8 في 10 أس سالب 6. تمام. والقوة اللي معانا 2 في 10 أس سالب 5. تمام كده؟ تمام. عايزين بقى نجيب القوة اللي هي هناك الناحية التانية، اللي هي تبقى عبارة عن البي في الاي في ال، اللي هي القوة التانية بقى اللي هي جهة اليسار. بي اللي احنا مش عارفينها بكام، التيار ب3 والطول كده كده بواحد، يعني قيمتها 3 بي. المفروض بقى ان انا اعمل ايه؟ المفروض دلوقتي ان انا هقول ان المحصله اللي هي بالرقم ده اللي هي 2 في 10 اس سالب 5 يا اما تساوي القوه دي ناقص القوه دي، وبناء عليها اجيب البي، او البي او القوه اللي هنا ناقص القوه اللي هنا، واحنا ما نعرفش من الكبيره. فهنجرب بقى، يبقى 8 في 10 اس سالب 6 ناقص 3 بي. هنجرب طبعا. لو هنودي الناحيه الثانيه فهنطرح كانها 20 في 10 أس سالب 6 ناقص 8 يبقى 12 على 3 يبقى 4 في 10 أس سالب 6.
يعني لو احنا اشتغلنا على الوضع ده على اساس ان القوة دي هي الكبيرة، هتطلع الإجابة معانا 4 في 10 والسالب 6، ودي الإجابة الصح. طب لو مش كده بقى، لو العكس، ما الراجل ما وضحليش، ما قاليش مين الكبير بقى، ما قاليش مين القوة الكبيرة، ولا قال لي فين اتجاه المحصلة عشان احدد مين القوة الكبيرة، يبقى بناء عليه انا هجرب. لقيت ان الاجابة هنا ما ظبطتش معايا، وما ينفعش يكون حاطط لي الاحتمالين في الاختيارات. لو حاطط الاحتمالين في الاختيارات يبقى كده الراجل ايه، بيتعبني بقى في السؤال، ما انا ما اعرفش بقى. يبقى خلاص، يبقى كده طالما هو مش موضح لك وهو كده بيتعبك، يبقى انت هتجرب. ده تمام ظبط الحمد لله، ما ظبطش كنت هتجرب العكس، ده ناقص ده، تشوف الناتج. تمام. في السؤال اللي هنا رقم 24، الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين القوى المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربي موضوع في مجال، كثافة الخيط، الزاوية، اتجاه المجال، والسلك سيتا. عندما تكون الزاوية سيتا تساوي، تكون القوى المؤثرة على السلك تساوي نص القيمة العظمى لها. نص القيمة العظمى يعني زاوية المفروض 30 درجة، ساين 30 بنص، او ساين كام؟ هو دلوقتي المفروض بيقول لك ايه، نركز كده في السؤال. بيقول لك العلاقة بين القوى المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربي موضوع في مجال، كثافته ب، والزاوية بين اتجاه تساوي. فعندما تكون الزاوية تساوي، تكون القوة اف المؤثرة للسلك تساوي نص القيمة العظمى، طبعا ساين 30 تبقى قيمتها بنص. السؤال اللي هنا يوضح الشكل سلكين زد واي يمر بكل منهما تيار على الترتيب والبعد، ويتعرض السلكان لمجال خارجي اتجاه عمود على الصفحة للداخل، فإن مقدار محصلة القوى المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك زد. سؤال حلو جدا، ونركز فيه مع بعض عشان برضه قريب جدا من السؤال اللي جه للأزهر 2025. كانت فكرة قوية جدا وكانت فكرة صعبة. يعني انت دلوقتي عايز تجيب القوى اللي بتأثر على السلك زد، وخلي بالك السلك زد بيأثر على قوتين، قوة نتيجة المجال الخارجي، وقوة متبادلة ما بينه وما بين السلك ده. طب لما بيكونوا في نفس الاتجاه، القوى المتبادلة ما بينهم ده اتجاهها، قيمتها بقى يا عم سهلة. القيمة بتاعتها بقى القوى المتبادلة ميو ل 4 باي في 10 والسالب 7، في اي واحد، اي واحد ب6، اي 2 ب5. قال لك على وحدة الأطوال على 2 باي في البعد العمودي اللي ما بينهم اللي هو 4/10. نحسب الكلام ده. الباي مع الباي 4/10، الأربعة مع الأربعة ويبقى فوق 10، بقت هنا 10 والسالب 6، 5 في 6 ب30، على الاتنين فيها ال15، يبقى 15 في 10 أس سالب 6. دي قيمة القوى المتبادلة اللي هي اتجاهها يسار. طيب في قوة تانية بتأثر على السلك زد نتيجة المجال الخارجي، قاعدة فليمنج لليد اليسرى، المجال عمودي على الصفحة للداخل، التيار لأعلى، هي كمان اتجاهها يسار، يعني القوتين جمع يا عم زي الفل. القوة بقى التانية دي اجيبها ازاي؟ بي في الاي في ال. طب المجال الخارجي معايا لازم نديهولك 2.5 في 10 سالب 5 في الاي بتاع السلك في طول السلك. اي السلك بكام؟ 6، والطول بكام؟ ب1. 2.5 في 6، 2.5 في 4 ب10، يعني 15 في 10 أس سالب 5. نطرح بقى الاتنين من بعض، نطرح بقى الاتنين من بعض، او هنجمع الاتنين اسف مع بعض، كأنها 15 او كأنها 1.5 هنا و15، يبقى 16.5، يعني 1.65 في 10 والسالب 4، يعني الإجابة ج. اجمع انت بقى بالآلة، مالكش دعوة بيها وباللي أنا بعمله ده. علاقة ما بين القوى المغناطيسية وجيب الزاوية المحصورة. تمام، عايز ايه يا عمنا؟ فإن أطول الأسلاك هو السلك الاف تساوي بي في الاي في ال، يعني الاف والال علاقة طردية، وده أعلى قوة على طول، ببساطة جدا. يبقى السلك يا عمنا، يبقى السلك اكس.
27 عزم الازدواج مهم قوي في الامتحان، قانونه سهل ومباشر، مفيش غير تركية واحدة بس لو ركزت فيها تحل سؤال عزم الازدواج وانت مرتاح وبدون ما تغلط، وهي التركية بتاعت الزاوية. الزاوية في عزم الازدواج اسمها الزاوية بين العمودي على الملف والمجال. يعني مثلا يعني لو ده الملف وده المجال الاتنين بيوازوا بعض، لازم أنا اعمل خط عمودي على الملف، بقت الزاوية بكام؟ ب90. يعني لو موازي 90 لو عمودي هلاقي الزاوية صفر في عزم الازدواج، خد بالك منه. إذا كان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار موضوع في مجال، ده عزم الازدواج تاو. أفكرك بالقانون تاو بيساوي بيان ساين الزاوية. عندما تكون الزاوية بين العمودي على دي الزاوية، طالما قال لك كلمة العمودي أو كلمة عزم ثنائي القطب وهو بينطق الزاوية، يبقى دي الزاوية، ما تعملش أي حاجة، هي دي الزاوية مباشرة عنها. فيكون عزم الازدواج عندما يكون مستوى الملف موازي لخطوط الفيض. موازي يعني الزاوية بكام؟ 90. اعمل عادي علاقة ما بين عزم الازدواج وما بين ساين الزاوية. عزم الازدواج 86 من 100. عزم الازدواج اللي احنا عايزينه، الزاوية في المرة الأولى 60، في المرة الثانية 90، طرفين في وسطين يا عم، هتلاقي نفسك طلعت قيمة عزم الازدواج. طلع الناتج بقى، مش هضيع وقت معاك ولا وقتك. ملف مستطيل عدد لفاته طوله 10 سم، يعني 1/10 متر لما اضرب في 10 سالب 2، والعرض بتاعه ده ال1 ده ال2 هيبقى 2 من 100 متر لما اضرب في 10 سالب 2. 1/10 في 2 من 100، كده انا بجيب المساحة، يبقى 2 في 10 سالب 3 متر مربع. يمر به تيار موضوع في مجال كثافته، فيكون عزم الازدواج عندما تكون الزاوية بين الملف والمجال 60، يبقى الزاوية 30. طالما ما قالش هنا العمودي ولا قال عزم ثنائي القطب، قال لك الملف على طول والمجال في عزم الازدواج، يبقى لازم تطرح من 90، يبقى الزاوية 30. بس كده خلاص الموضوع انتهى. يبقى تاو بيساوي بي ساين سيتا. البي اللي هي الكثافة موجودة الحمد لله، التيار تمام، المساحة جبناها 2 في 10 سالب 3، عدد اللفات لفتين، ساين 30. أهم حاجة الزاوية، الباقي تعويض مباشر كله. 2 في 2 في 2 في 2 في نص، دول 16، نصها 8، يبقى في 10 سالب 3. ملف مستطيل يمر به تيار موضوع موازي لاتجاه مجال كثافته وعزم ثنائي القطب. عزم ثنائي القطب ده اللي هو ام دي، اللي هو بيساوي اي في الاي في الان. تمام. هيكون عزم الازدواج على الملف، ما يا عم عزم الازدواج تاو بيساوي بي في الاي في الاي في الان ساين الزاويه سيتا. البي موجوده 2، الاي في الاي في الان دول اللي هم عزم ثنائي القطب اللي هو 3/10 في ساين 90، لانه قال لك موازي 2 في 3/10، يبقى 6/10 نيوتن في المتر. تمام. اللي بعده رقم 30، ملف دائري مساحته سنتي مربع، اضرب في 10 سالب 4، وكون من 30 لفه، يمر به تيار موضوع في مجال. اذا علمت ان اتجاه عزم ثنائي القطب 30، يبقى 30. طالما قال لك بالله عليك يا اخي الزاويه ما بين عزم ثنائي القطب والمجال، او الزاويه بين العمودي على الملف والمجال، يبقى دي الزاويه. قال لك الملف والمجال يبقى لازم تطرح من 90. الكلام ده في عزم الازدواج. ماشي. بيقول لك احسب بقى عزم الازدواج. هي التركايه هنا الزاويه، انتهى الموضوع، القانون مباشر. تاو بيساوي ايه؟ بي. البي فين؟ البي 3/10. هتروح منك فين يعني؟ الاي ب2. عدد اللفات كام لفه؟ 30 لفه. المساحه 10 في 10 اس سالب 4. ساين الزاويه يعني ساين 30. 3/10 في 2 في 30، 2 في 30 60، 120. يطلعوا كام دول؟ 2 في 3 في 3 في 6 ب18، يبقى 18 في 10 سالب 3 بإذن الله. أو يبقى آسف 9 في 10 سالب 3، دي الإجابة الصح. احسب بقى يا عم. رقم 31، عزم ثنائي القطب على ملف طوله وعرضه، يبقى المساحة 3/10 في 2/10، 3 في 2 ب6 على 100، يبقى 6 من 100. عدد اللفات يبقى الان، التيار يبقى الاي. بيسأل عن عزم ثنائي القطب، لسه قايل لك من شويه ده بيساوي الاي في الاي في الان
التيار 2 في المساحة 6 من 100 في عدد اللفات 1000 لفة، 1000 في 6 من 100 يبقى 60 في 2 يبقى 120 على متر مربع. ما تنساش في معلومة مهمة جدا على عزم ثنائي القطب. عزم ثنائي القطب المغناطيسي دايما بيكون عمودي على مستوى الملف. بنحدد اتجاهه يا اما بقاعدة امبير لليد اليمنى او عقارب الساعة او البريمة اليمنى. يعني مثلا لو ده الملف، لو التيار مع عقارب الساعة فهو عمودي للداخل. لو ده الملف، لو التيار عكس عقارب الساعة فهو عمودي للخارج. ودايما عزم ثنائي القطب ده لا يعتمد على زاوية الدوران. يعني ده الملف يا عم هو عمودي على الملف يا للداخل يا للخارج. لو الملف بقى كده هو برضه عمودي على الملف، لو الملف بقى كده عمودي على مستوى الملف، لو ده مستوى الملف يبقى عمودي كده او عمودي كده. فهو دايما عمودي على مستوى الملف، مالوش علاقة بان الملف بيدور ولا لا، هو دايما عمودي على مستوى الملف. بالك عشان المعلومة دي مهمة جدا. حلو قوي كده على عزم الازدواج وعزم ثنائي القطب، يعني ما مش هي يعني يطلع لك بره الكلام ده باذن الله. تعالى بقى على الاجهزه، اميتر، فولتميتر، اوميتر، جلفانو. ركز معايا لان اجهزه القياس مهمه جدا في الامتحان. جلفانو حساس مقاومه ملفه ار جي. ترجم على طول، جلفانو مقاومته يبقى ار جي. وصلناه مع مجزئ للتيار عده مرات عشان نخليه جهاز اميتر اللي هو بيقيس تيار. أي الأشكال يمثل أعلى مدى للأميتر ده. لو بيقول لك أعلى مدى أو أعلى دقة أو أقل حساسية كلهم نفس المعنى. المدى والدقة عكس الحساسية. يعني هنا الإجابة السؤال ده تجاوب لك على، لو قال لك أعلى مدى اكتب ورايا أعلى دقة أقل حساسية. الار اس في جهاز الأميتر طردية مع المدى والدقة، عكسية مع الحساسية. لان الجهاز ده المدى بتاعه هو شدة التيار، فالاي والار علاقة عكسية، صح؟ الار هنا 5 على 2 2 ونص، 5 على 3 5 2 5 على 3 فالكام؟ اعتقد تطلع اقل حاجة 5 على 3 1 وشوية ولا 2 وشوية؟ نشوف. 5 على 3 1 وشوية، يعني ده اقل ار اس. عايزين على مدى يبقى اقل ار اس. تم توصيل جلفانو مقاومة ملف ار جي بمضاعف جهد لتحويله إلى فولتميترات اي بي سي، فيكون ترتيب أقصى قراءة لكل جهاز. بالك وأنا جايب لك الاتنين ورا بعض. المدى في الأميتر عكس المقاومة، يبقى الحساسية طردية مع المقاومة في الأميتر. المدى في الفولتميتر، المدى هو الفولتميتر ده يا عم انت بيعمل ايه؟ قيس فرق الجهد، والفي بيساوي ايه؟ الاي في الار، يعني الفي والار علاقه طرديه. يعني المدى في الفولتميتر طرد مع المقاومه. يبقى اذا الحساسيه في الفولتميتر عكس المقاومه. يا مسهل الحال. طيب انا عايز هنا يا عم ايه؟ ارتبهم من حيث المدى. والله الار امات هنا دي المقاومه اللي بتتوصل مع الجلفانو عشان تخليه فولتميتر. ار ام على 3، ار ام على 2، ار ام بس. يبقى ده اعلى من ده اعلى من ده، اي بي سي لانه طردي مع المقاومه. اي بي سي اي بي سي اهي الف. مجزئ التيار الذي يوصل مع ملف الجلفانو تحويله الى اميتر يعمل على، كان معاك جلفان بيقيس تيارات صغيره، حطيت له مقاومه على التوازي عشان تقلل المقاومه المكافئه فتزود التيار فتقلل الحساسيه. يبقى الار اس اللي انا حطيتها، الار اس اللي انا حطيتها دي تزود الار الكليه ولا تقللها؟ تقللها. الار اس عموما اللي انا ضفتها تقلل المقاومه الكليه تزود المدى. تقلل ولا تزود المدى؟ تزود المدى. وتعمل ايه في الدقه؟ تزود الدقه وتقلل الحساسيه. تقلل الحساسية وتزود أقصى تيار اللي هو المدى. السؤال رقم 35 في جهاز أو في أجهزة القياس أو في الفيديو بتاعنا النهاردة يمثل الشكل علاقة ما بين أقصى تيار ومقلوب مقاومة مجزئ التيار
فإن فرق الجهد بين طرفي المجزء في اس اللي هو الفي جي اللي هو فرق الجهد. تنساش ان جهاز الاميتر توصيل المقاومات فيه على التوازي، ففرق الجهد على اي حاجه هو فرق الجهد ثابت ما بيتغيرش. الرسمه دي مهمه قوي، بالله عليك تركز فيها. طالما هنا الاي فاذا تحت ده معناه ان احنا بنبدا من عند الاي جي. ما تنساش ان هنا في تحويله وهنا في تحويله. كمان ما تنساش ان ميل العلاقه انت لازم تكون عارف الكلام ده، ميل العلاقه هو الفي جي او الفي اس او الفي اي حاجه. تعالى هات ميل العلاقه 100 ناقص 20 يعني 80 في 10 أس سالب 3 على 10 في 10 أس سالب 2، فيطلع الميل ب 8 من 10 فولت. ده ميل العلاقه اللي هو الفي جي. هو عايز الفي جي او الفي اس. لو كان طلب منك الار جي تتزود خطوه كمان، الار هتساوي الفي على الاي، الفي اللي هو 8 من 10 والاي اللي هو 20 في 10 سالب 3. كنت هتحسب الار لو كان طلبها منك يعني. 36 وصلنا جلفانو مقاومته يبقى ار جي بمضاعف يبقى ار ام، فكانت اقصى قراءه يبقى ده الفي. طالما وصل الار ام يبقى ده الفي. قبل ما يوصل الار ام فرق الجهد كان الفي جي بتاع الجلفانو، بس انا وصلت ار ام يعني الجهاز بقى ايه؟ فولتميتر. وعندما تم توصيله بمضاعف كانت اقصى قراءه تمام. خلينا يا عم نوقف لحد هنا. عايز تشتغل بالقانون تمام، ايا يكن القانون اللي هتشتغل بيه، الموضوع امر بسيط باذن الله. في عندنا قانون مهم جدا في جهاز الفولتميتر اللي هو قانون النسبة، في جي على في بيساوي ار جي على ار جي زائد الار ام. ده قانون مهم جدا. الفي جي ده اللي هو فرق جهد الجلفانو مش معايا، الفي اللي هو بواحد، ار جي 50 على 50 زائد 450 يعني 50 على 500 مع صفر فالواحد يبقى 1 على 10، يبقى الفي جي ده هيطلع ب 10 فولت. ده اللي انا استفدته من الكلام اللي في الاول. من نفس العلاقه بقى بيقول لك بقى انا هغير الار ام اللي كانت موجوده بار ام جديده، فكانت القراءه 18. نفس القانون عادي خالص. الفي جي انت جبتها ب 10، الفي الجديده بقت 18. الكلام ده بيساوي بقى ار جي على ار جي زائد الار ام. نفس الار جي ما هي مش هتتغير، الار ام بس هي اللي اتغير. تمام. طرفين بقى في وسطين يا عم، طلع لنا الار ام. شوف كده الار ام هتطلع بكام؟ 18 في 50 10 في 50 ب 500 يبقى 400 900 500 يبقى 400 على 10 تطلع الار ام الجديدة. مش احنا جبنا الفي جي هنا؟ نحسب تاني كده 50 على 500 فيها 1 على 10 يبقى الفي جي الفي جي بواحد من 10. ده بواحد من 10 مش ب10. نعوض هنا بواحد من 10 يبقى 18 في 50 900. 1 من 10 في 50 يعني ب5. 900 ناقص 5 يبقى 8950. تمام. اهو جاب العلاقه المره دي تاني اهو، جت مره تانيه في امتحان، بس المره دي طالب مين بقى؟ طالب الار جلفان. انت خلاص بقى المفروض بقى تفهم العلاقه. ده الاي جي يا عم، واللي هنا تحت ده المفروض مين؟ 1 على ار اس. تجيب ميل العلاقه يبقى ده الفي جي اللي هو 100 ناقص 40. 100 ناقص 40 يعني 60 على 10 ناقص مثلا صفر او 7.5 ناقص صفر ايا يكن على حسب اللي موجود هنا. 7.5 في 10 أس سالب 2 ده كده الفي جي. يبقى 60 على 7.5 في 10 أس سالب 2. 60 على 7.5 في 10 أس سالب 2 تطلع هنا الفي جي 800. طيب والاي جي بكام؟ ب 40 اللي احنا بادئين من عنده العلاقه. احنا عايزين بقى الار جي يبقى الفي على الاي 800 على ال 40 يعني 80 على ال 4 فتطلع ب 20.
38 جلفانو وقيس فرق جهد اقصاه يبقى ده الفي جي، عندما يمر تيار يبقى ده الاي جي، لسه بيتكلم عن الجلفان. ودلالة القسم الواحد 1/100، فلما نوصل مضاعف ار ام تصبح الدلالة كام؟ تمام. طيب احنا ممكن من هنا من الفي جي والاي جي ده اقصى جهد واقصى تيار اجيب منهم الار عادي. 1/10 على 2 في 10 سالب 3 تطلع الار جي ب50. طالما هو بيكلمك عن دلالة القسم الواحد في الجلفان وعايز دلالة القسم الواحد في الفولتميتر عشان ما تجيبش عدد الأقسام وتطلع بره الموضوع ده، اشتغل يا عم بقانون النسبة وخلاص، اللي هو في جي على في بيساوي ار جي على ار جي زائد الار ام. يلا الفي جي معاك بتاعت القسم الواحد 1/100، الفي عايزينها ار جي 50 على 50 زائد زائد 450، فتطلع 1/10. 39 جلفانو مقاومة ملف ار جي، قيس تيارات أقصاها عند توصيل مجزئ تيار الحساسية 3/4. وقف على طول. عندك قانون اسمه النسبة أو الحساسية في الأميتر، أول ما يديك نسبة اكتب النسبة سواء بقانون النسبة ار اس الأولانية على ار اس الأولانية زائد الار جي افرضها بواحد. طرفين في وسطين 4 ار اس 3 ار اس يبقى ار اس 1 بتساوي 3. احسب بالآلة عادي مالكش دعوة بيا. طب لما شلنا الار اس اللي موجودة وحطينا واحدة تانية بقت النسبة 3/8 ار اس 2 على ار اس 2 زائد الار جي اللي هي بكام؟ هي ب1. 8 ار اس 3 ار اس يبقى 5 ار اس 2 بيساوي 3، يبقى الار اس 2 ب3 على 5. اقسم بقى الاتنين على بعض، يبقى الأولى ب3 والتانية 3 على 5، فتطلع النسبة بينهم 5 على 1 يعني 5. هنا جاب لك سؤال على الأوميتر. الأوميتر مهم جدا وسهل جدا يا عم، صلى على النبي. احنا عايزين نجيب الار اكس اللي هنا. تمام. أي ار هنا على الرسمة اسمها ار اكس. في الأوميتر نسبة، النسبة بتساوي يعني زي هنا مثلا نسبة 3/4 بتساوي ار الاوميتر على ار الاوميتر زائد الار اكس اللي هي هنا بكام؟ ب1000. 4 ار او 3 ار او يبقى 1 ار او 3 في 2 يبقى الار او 6000. ماشي. عايزين بقى نجيب الار اكس هنا. هنا النسبة بكام يا عم؟ ربع، سواها بنفس القانون ار او على ار او زائد الار اكس. ار او ما انا جبتها يا عم 6000 على 6000 زائد الار اكس 4 3 1 يبقى 3 في 6 يبقى 18000. الحمد لله. 41 الشكل المقابل يمثل قراءة الجلفانو داخل جهاز الأوميتر، وعند توصيل مقاومة R بين طرفي الأوميتر انحرف لتلت فتكون مقاومة الأوميتر. يبقى أنت معاك تلت بيساوي مفيش بقى غير إيه؟ RO هو عايزها على RO، يبقى ده معناه إن اللي هو مديها لك اسمها اللي هي ال REX بR أو بواحد لو عايزها تبقى سهلة معاك. 3 1 يبقى 2 ار او بيساوي ار او بيساوي 1 يبقى 1 على 2 يبقى نص ار. الاوميتر مفيش غير مقاومتين، ار اوميتر او الار اكس. اوميتر يحتوي على جلفانو مقاومة نهاية التدريج، وعندما يتصل مع مقاومة خارجية ار اكس بين طرفي الاوميتر يصبح التيار بكام؟ 12 ما تنساش، يصبح التيار خمس. يبقى يا عم ما تكملش، يبقى خمس بيساوي ار او على ار او زائد الار اكس ب 12 كيلو، 12 وخلاص. 5 ناقص 1 يبقى 14 على 4 يبقى الار او تطلع ب 3 كيلو. طب لما نوصل مقاومة خارجية جديدة 1.5 يا ترى التيار بقى ينحرف لكام؟ ماشي يا عم، يعني انت معاك الار اوميتر 3 على 3 زائد الار اكس الجديدة 1.5. هات بقى نسبة التيارات بقى، هات النسبة بتاعت التيارات. 3 على 4.5 يبقى 2 على 3 يعني 1000. وميتر اتصل بمقاومة خارجية يبقى دي الار اكس، فانحرف مؤشره 3/4. ما تكملش، معاك نسبة ومعاك مقاومة في أي جهاز اكتب النسبة سويها بقانون النسبة. النسبة هنا قانونها ار او على ار او زائد الار اكس اللي هي 400. عوض 4 ار او 3 ار او يبقى الار او 3 في 4 يبقى 1200. ادي الار او.
طب لما نوصل مقاومه خارجيه 6000 يا ترى المؤشر هينحرف لكام؟ سؤال مهم قوي على الاوميتر وسهل وبيجي كل سنه في الامتحان زي ما انت شايف كده. هات بقى النسبه يا عم، النسبه بتساوي ايه؟ ار او على ار او زائد الار اكس. هو بيبقى مديك النسبه ومديك واحده وعايز الثانيه، او يديك المقاومتين وعايز النسبه، اجيب له بقى النسبه. ما انا بقى معايا الار او 1200 على 1200 زائد الار اكس الجديده اللي هي 6000. اقسم الاثنين على بعض بنسبه كبيره، النسبه هتطلع 1 على 6 وتاكد برضه. صلى على 44. تحرك مؤشر اوميتر الى تلت. اكتب يا عم تلت. لما وصلنا معاه مقاومه كام؟ المقاومه اللي بتتوصل معاه هي الار اكس، يبقى كده انت عايز الار او على ار او زائد الار اكس اللي هي بقى طرفين في وسطين. حتى هو بيقول لك انا عايز مقاومه الاوميتر، يبقى تطلع بنص ار. على يا سيدي معايا. في الاشكال 3 اسلاك طويله في شكل اللي قدامك اكس واي زد. اي الاسلاك لا يتاثر بقوه مغناطيسيه. سؤال مهم، سؤال حلو، جه امتحان ثانويه عامه السنه اللي فاتت وجه في النماذج الاسترشاديه برضه السنه اللي فاتت. اي الاسلاك لا يتاثر بقوه. تعالى يا عم نحلها بطريقه سهله. تعالى كده ادخل على كل سلك من الاسلاك. والله السلك المحترم ده في قوه متبادله بينه وما بين ده تجاذب، بينه وما بين البعيد برضه تجاذب، يعني في قوتين عليه جمع، يبقى تمام، في قوه بتاثر عليه. تعالى على السلك ده تجاذب مع ده، هما الاثنين لاعلى تجاذب، ومع البعيد برضه تجاذب، يعني جمع برضه، يعني في قوتين بيأثروا عليه وجمع مش طرح ولا حاجه. تعالى على ده بقى، واحده كده مع ده تجاذب مع ده تجاذب يبقى طرح. عايز تتاكد اكتر، ما القوه اللي هنا عباره عن ايه؟ ميو اي 1 اي 2 على دي، يعني 2 في 3 على 2 يعني تطلع ب 3. هنا 1 في 3 على 1 يعني تطلع ب3. قوتين قد بعض عكس بعض والاثنين هينطرحوا، يبقى المحصله اللي بتاثر على ده بصفر، يبقى لا يتاثر بقوه مغناطيسيه. وبكده نكون الحمد لله خلصنا مجموعه الاسئله اللي متجمعه على الفصل الثاني. يبقى كده بقى لنا الباب الثالث اللي هو اقوى واهم باب لازم تكون مصحصح معايا فيه، والباب الرابع. وبكده يبقى انا لميت لك المنهج بسرعه. لو انت عايز تعيد على المنهج سريعا وحليت لك افكار مهمه، سلام بقى لو انت بتسمع الفيديوهات دي بقى في اللحظات الاخيره ليله الامتحان، تفيدك قوي قوي، اسئله مهمه، واكيد بقى انت مذاكر ومراجع القوانين، يعني راجل جاهز، امتحانك خلاص فاضل عليهم او 2 فاضل عليه ساعات. بتشوف الاسئله اللي هنا فيديوهات سريعه كده وبسرعه، وبتجيب لك اهم الافكار اللي تلم لك الباب ده في ثواني. فاتمنى الفيديو يفيدكم، ما تنسوناش بدعوه حلوه، ده اللي احنا بنتمناه منكم، ونتمنى ان احنا نكون فعلا بنقدم محتوى يفيدكم. ادعمونا باي حاجه تقدروا تدعمونا بيها، وان شاء الله مكملين معاكم للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.